مساء الخير، وخلينا نستغل الفترة بتاعت الحجر او الحظر دي ونستفيد ونرجع تصميمات المتابعين بعد ما وقفت فترة طويلة، وبصراحة كانت هتقف خالص ومش هترجع ابدا يعني. بس ده مش موضوعنا دلوقتي. خليني بعد ما نخلص قبل ما اختم اقول لك هي ليه وقفت، للي مش عارف ازاي يبعت شغله ولحد الان محتار على الرغم من البوستين اللي انا كتبتهم. فزي ما انت شايف هفتح صفحة الافيش اهو، صفحة الافيش على الفيسبوك. انا عندي بوستر عايز ابعته في تصميمات المتابعين، هدوس على ارسال رسالة واقول له طبعا السلام عليكم، لان طبعا السلام بنحب نستهل بيه يعني، وابعت له البوستر. وانا فاتح البوستر ملف البي اس دي او السورس بتاعه في الفوتوشوب، هاخد له سكرين شوت وابعت له الاثنين وانتظر في هدوء الحلقة. اذا اللي بعت شغله بفورمات غير الفورمات ده يراجع نفسه، لانه غالبا مش هيتاخد الا لو انت صلحته. وبرضه في الاخر هقول ليه الفورمات ده ومقصود بيه ايه. برضه خليني اقول لك ان اول فيديو بعد العودة هيكون في بس المقدمة طويلة سنة، عايز اوضح قوانين السلسلة اللي جاية اللي كنت كتبتها، بس واضح ان يعني ايه الناس ما عندهاش وقت انها تقرا بوست طويل، فخليني اقول هو في عجالة. اول حاجة هنبعت الشغل على صفحة الفيسبوك اللي اسمها الافيش، مش الجانب الاسود، مش الاكونت الشخصي، مش الواتساب، مش الانستجرام، مش اي حاجة، صفحة الافيش فقط. غير مقبول في السلسلة اي شغل بالموبايل، سواء بقى بيكس ارت او البرامج اللي زيه، موبايل لا، سواء في الرسم او التصميم. وده يمكن من اسباب توقف السلسلة بعد الثلاث اجزاء اللي فاتوا. اي تصميم لابد تبعت لي معاه صورة اللايرز او السورس زي ما انا وريتك. اخر حاجة تبعت تصميم واحد بس، مش 20 تصميم او جاليري بهانس باكمله. دي كده قوانين بشكل سطحي وهنوضحها في الاخر. طيب اول واحد معانا احمد هاني، وتصميم البوستر ده بالفكرة الفانتازية الخيالية دي. ماشي، الشكل العام كويس جدا كبداية، احسنت، استمر انت على الطريق الصحيح. شوية تظبيطات هتكتسبها مع الوقت، بس انا هلفت نظرك ليها. اول حاجة اشتغل على الظل شوية لانه مش واقعي قوي، هو كويس بس مش واقعي قوي. ولو لقيت نفسك غلبان في الاضاءة خد صورة ريفرنس، يعني خد صورة اضاءتها شبه التصميم بتاعك، اللي هو اضاءة جاية على واحد من فوق قدام ورمية ظل وراه، تشوف برضو بتتعمل ازاي وشكلها عامل ازاي. كمان حاسس ان هي لطخة على الخشب، لا الظل بياخد من ملمس الخشب. كذلك هو الحال الظل اللي انت عامله على السحاب. انا شخصيا مش مقتنع بوجود ظل على السحاب اساسا، بس طالما انت عملتها يبقى اكيد ليك سبب. دور على اليوتيوب دروس لحاجة اسمها البلند اف. البلند اف ده هيخلي لك الظل ياخد من ملمس الحاجة اللي تحتيه، فالشكل يبقى اكثر واقعية. محتاج تظبط هنا الظل شوية، لو مش عارف طالع منين ورايح على فين، مش مظبوط زي ما مظبوط على اللي ورا. وعيد التفكير في فكرة وجود ظل على السحاب اساسا. كمان يعني بديهي ومنطقي او نظري حتى، لما يبقى عندي نور يمين ونور شمال، فالعنصر بتاعي لابد يكون عليه لسعات ناحية النور كده لبني، اسمها ريم لايت. انت عامل مشهد فانتازي، فكمل فانتازيته بالاضواء والحاجات الجميلة. النور مش متوهج كفاية ولونه لبني مطفي وواقعية، مفيش لمبة بيبقى شكلها كده، يعني مهما كانت اللمبة لازم تلاقي فيها سن ابيض في النص، ما تبقاش كلها لبني. انت غالبا واخد الشيب سيلكشن ومحوله الباث او مسار. ده عمل مشكلة ان انت كنت مقلل الريزولوشن، فبدأ الشكل يتقطع زي ما حصل هنا. وكمان عندك نقطتين هنا مش لاحمين على بعض، فعمل لك الشفة دي. فلا، ارسم شكل بالبين تول نضيف مشفي. واخر تعليق عندي، شوف دروس لازاي تخلي عنصر متوهج، لان مش مقتنع قوي بتوهج اللمط دي. واختيار لون السما البيج في رأيي ما كانش موفق، يعني لو كان لون ازرق او درجة تانية من الازرق كان الموضوع بقى متناسق شوية، والازرق يرمي معاك لون على السحاب، لان في سحاب مخضر وسحاب مدي على بيج، فاشتغل على الالوان. بس في المجمل كبداية احسن. عندنا بعد كده احمد محمد، والراجل مكلف وجاب بقى تراب وحشر فيه الصابونة وصور والدنيا زي الفل. طبعا مجهود تحترم عليه ان الحاجه تبقى مرزوعه في الارض كده. انت عرفت تعمل اهو سطح الانفصال، حاجه جميله جدا. احساس ان الكتابه محفوره، انا حاسه انها مش محفوره، هي بارزه، فمحتاج تغير الزاويه مثلا او تشوف ممكن تظبطه ازاي بحيث تحس انها محفوره مش بارزه. الا لو انت قصدك تخليها بارزه ده كلام تاني، بس هو منطقي انها تبقى محفوره على الصابونه مش العكس. حاول تشتغل عشان تبين لي البعيد والقريب بالليفلز اكتر من اللي انت تبلور، عشان احنا عندنا اعتقاد خاطئ ان انا عشان ابين الحاجه بعيده ابلورها. لا، فحاول تخف البلوره شويه وتشتغل بالليفلز اكتر عشان تاخد نتيجه واقعيه. يعني الفكره سوداويه قوي وارقد في سلام، فالالوان الفاتحه الفاقعه
في السما مش مناسبه، محتاج تاخد نفس الالوان بس اغمق، وما بنلجاش ان احنا نقص السحاب الا في الشديد الاول، ان زي ما انت شايف النتيجه بتبقى مش لطيفه. فلا انت ما تقصش السحاب، انت هات صوره سما جاهزه بسحابها وابدا اديها اللون بتاعك، وخد بالك ان عندك انت ناسي قطعه هنا وناسي قطعه هنا مش عارف دول بتوعي، برضو حاول تمسحهم، واهتم برضو باطراف القص اكتر من كده لان في هنا زيادات. والتاج لاين او السلوجان بقى بتاع التصميم ما بيتكتبش في ليبل كده، انا في رايي يعني حاول تكتبه في النص بفونت لطيف وبينه بقى باي طريقه، لكن ان يبقى حاجه كده من الجنب انا شخصيا مش حاسسها. قد يكون انت ليك وجهه نظر بس انا شخصيا مش حاسسها. محتاج برضو تشتغل على امتى الحرف بيبقى كابيتال وامتى يبقى سمول، فاهمني؟ ووضح لي الفكره اكتر لان انا مش فاهمها. يعني the moment you wash your hands، اللحظه اللي انا هغسل فيها ايدي ايه بقى؟ يعني ايه المورال، الحكمه او الموعظه فين؟ مش فاهم. بس في المجمل كويس مع شويه التظبيطات اللي قلت لك عليها. عندنا احمد اسامه وده بقى باعت بوستر فيلم نرجع لمحتوى القناه. الشكل العام كويس جدا، فكره الفلوتنج هيدز، الرؤوس الطائره دي او الطافيه دي، والتلت الاخير تعمل فيه مشهد كويس جدا. عندي بس شويه ملاحظات على الماتشنج، وصل الصور لبعض. يعني بص هنا الصوره دي الكونتراست بتاعها عامل ازاي، وفي هايلايتس وشادوز، حاجات سودا وحاجات بيضه في الوش بشكل حلو، بينما هنا الصوره دي بارده جدا، فحاول توصلهم لبعض. للاسف مفيش طريقه ثابته في كل الصور، بس يعني مثلا هقول هبدا على كل الصور هحط فلتر تو باز ادجاست في بريسيت اسمها بورتريه دراما مثلا، واقللها هلاقي ناس بقت فاتحه وناس بقت غامقه، اوصلهم برضو كلهم فتحان واحد او كلهم غمقان واحد. كمان اشوف الجلد بالسلكتيف كلر واختار اللون ريد او يلو، اللي جلده مصفر اختار له يلو واوصله للاحمرار للتون الطبيعي، واللي جلده محمر زياده اختار ريد واوصله برضو للتون الطبيعي. الصوره دي الكواليتي بتاعها سيئه جدا، بس ليك عذر اكيد ممكن ما لقيتش يعني. اعتقد انت هنا راسم ريم لايت او اضاءه، مش عارف قصدك ولا لا، انها تكون بسبب النار اللي طالعه من بق التنين. مبدئيا هي لو بسبب كده فلونها محتاج يبقى ازرق لانها لبني جدا وما توصلش لكل ده، يعني هي مش هتطلع للشعر ده كله، ودي غلطه كانت في الفيل الازرق الجزء الثاني. بس في المجمل يعني الشكل العام كويس. الفيد حاول تشتغل كده على ازاي تعالج سطح الانفصال بين حاجتين، ما يبقاش بس مجرد فيد. كمان الاضاءه اللي هي البقع الزرقاء دي شكلها مش احترافي، اسمها هيز، فحاول مثلا تخليه دخان ازرق. اكتب كده جرانج براش، هتاخد شويه اشكال لكن ما تبقاش لطخه نور ازرق وسايبها وماشي. احسنت. عندنا بعد كده علي مندو ديس باعت البوستر ده لفيلم كيرة والجن، وكان باعت غيره حوالي 20 بوستر كلهم شبه بعض، فده الوحيد اللي فيه حاجه مختلفه يعني ينفع نتكلم عنها. ماشي، وانا شخصيا ما بفضلش ان احنا نشتغل على حاجه ما شفنالهاش تريلر، بس انت وصلت لنتيجه كويسه، يعني وصلت لتكوين محتاج شويه تظبيطات لكنه كويس. الوانه بالنسبه لي لطيفه، الافكت ظابط على ناس ومش ظابط على ناس، يعني كويس جدا جدا على هند صبري وسيد رجب، حاسه اوفر على امينه خليل. التايبوجرافي محتاج منك برضو تفكير شويه، هل هو مناسب للفتره الزمنيه اللي بيحكي فيها الفيلم ولا لا؟ هل هو مناسب لقصه الفيلم اللي احنا ما نعرفهاش لان احنا لسه ما شفناش تريلر حتى الا للناس اللي قرت؟ يعني محتاج تشتغل على القص بتاع اطراف الصور اكتر من كده، لان هنا بص اللي هو شعر كريم عبد العزيز في ودنه متاخدين سكينه واحده. انا عارف ان هو الصوره ضلمه فانت مش شايف ودنه، حاول تتوقع شكلها لكن ما يبقاش شلحه واحده كده قصصهم وخلاص. استخدم فرشه شعر عشان ادي الشعر ملمس، ما يبقاش كيرفات. برضو فكره المشهد اللي في تلت البوستر اللي تحت ما بتتعالجش بفيد، مش بعمل كده فيد وخلاص، حاول خليله شكل برضو زي التصميم اللي فات. اكتب جرانج براش وخلي التكوين الاخير او اللي تحت نهاياته من فوق واخده شكل، ما تبقاش فيد. التكوين اللي تحت ده مش مفهوم ايه الانفجار، بس يعني اكيد انت حاطه لسبب. صوره زي دي انت اكيد مسحها عشان جسمها مش باين، حاول برضو ما تمسحش قوي كده، ما تحفش في المسح، كمل انت جسمها ركبها على صوره تانية لكن ما تحفش في المسح. اعتقد ان انت عندك كريم عبد العزيز واحمد عز هم البطلين، فحاول توصل احجام وشوشهم قريبين من بعض، ما يبقاش حد اكبر من حد، واحمد عز عايز يميل شويه. كمان برضو اشتغل على الماتشنج كتير، مين محمر مين مصفر وبس. في المجمل يعني لفيلم ما شفناش منه اي حاجه ولا نعرف عنه اي حاجه دي نتيجه كويسه. احسن. علي سعيد شاهين، الشكل العام جميل ما عنديش فيه مشكله، الشمس بس ما بتبقاش بيضاويه، الشمس مدوره فما بتبقاش بيضاويه. دور على اليوتيوب على دروس الليفلز، بص حتى تلاقيني في الفيديو ده قلت ليفلز كتير عشان بس اشوف الفرق بين الفيروس اللي بعيد والفيروس اللي وسط والفيروس اللي قريب. كمان الفيروسات محتاجه تاخد لها شويه لسعات
ساعات اضاءه بيضه كده من ناحيه الشمس تدي برضو ديناميكيه شويه كده للمشهد. كنت منتظر اشوف الظل قدامهم، انا شخصيا مش شايف الظل قدامهم للدرجه. كمان حاسس ان سكيل الست او الدكتوره دي او الدكتور واللي قاعد على الارض بالنسبه للارض اللي واقفين عليها هم ضخام جدا، فانت كنت محتاج تكبر الارض عن كده. يعني ملاحظه مش اساسيه قوي ولا هي افضل ملاحظه. نيفر جيف اب اتس نوت اوفر يت كورونا فيروس كوفيد 19. انا شايف ان كورونا فيروس كوفيد 19 ملهاش لازمه. انت كنت هات ستي سيف ستي هوم او ستي سيف ستي ات هوم، دي خليها هي كده تحت وابعد المسافه بين الحروف. لكن كورونا فيروس كوفيد 19 مش ملهاش لازمه يعني في رايي. بس في المجمل المشهد كويس، يمكن محتاج زي ما قلت لك شويه تظبيطات ليفلز على اضاءه يبقى احسن واحسن. ديفيد جورج وعامل بوستر لستار وورز ريتيرن اوف ذا جيداي، ماشي جميل جدا جدا ومحاكي للتكوين الشهير بتاع ستار وورز. عارف انت التكوين الشهير اللي هو اغلب الناس دلوقتي حافظين ان التكوين ده زحمه، وغالبا مصريين بس لعلمك. تشوف اي حاجه كده وناس كبيره وناس صغيره ومش عارف سفينه طالعه من هنا وده طالع من هنا، يقول لك لا معلش اصل زحمه وتعب عيني. فلا يعني نبص للموضوع بشكل اقل سطحيه من كده. انا شايفه جميل جدا، ما عنديش مشكله فيه. يمكن الكوتش ده عايز يتحرك شويه لان هو محشور، يعني في التكوين ده بنحاول برضو ندي كل واحد وضعه ان هو ظاهر، ما يبقاش ده محشور كده ورا. اللينس فلير ده خلي لونه ازرق لان هو منشز الصراحه، ان لونه مدي على بامبي كده. عندي ملاحظه بس هنا، ان لما تعمل ريم لايت ما تستخدمش انر جلو، لان الانر جلو بيبقى محوط الاطراف كلها، بينما الريم لايت بيبقى جاي من طرف واحد بس او من طرفين، مش محوط الصوره من اولها لاخرها. وخف الموشن بلر على السفن عشان تبينها متحركه، لا انت مجرد بس انت ميل السفينه انا شايفها بتتحرك، فخفوا شويه. كذلك الهيز الابيض اللي هنا او النور الابيض اللي هنا محتاج يبقى لبني اكتر وما يبقاش فاتح للدرجه دي. بس في المجمل هي محاكاه جميله جدا للتكوين ده. وقبل بس ما اقفل، انت لو راسم الريم لايت على الصوابع فدي خطوه انا احييك عليها، جميل جدا. عندنا فتحي الشاعر وعامل شبه كامبين كده وهميه او مش وهميه مش عارف، اسمها يا طرحه ما تمت. غالبا اللي انا فهمته انها بتتكلم عن زواج القاصرات والاطفال والحاجات دي. الفكره دي صادمه جدا، شكلها مرعب جدا بس حلوه جدا في نفس الوقت. بس انا مش فاهمها، يعني البنت اللي هي العروسه هل هي طفله محبوسه في صوره ست كبيره؟ هل انا كده فهمت صح ولا ايه؟ انا شايف ان المفروض تبقى العكس، تبقى طفله محبوسه جوه واحده لابسه طرحه عروسه. يعني ده في رايي، او جايز انا فاهم غلط فصحح لي. كمان انا عارف ان انت حاولت لما تقطع في الوش القطعه يبقى ليها سمك، ماشي دي خطوه جميله منك، بس في نفس الوقت السمك ياخد ملمس الجلد، لان انت السمك عندك بسم الله ما شاء الله مليس خالص، فلات يعني ما فيهوش ملمس جلد خالص. فدي برضو ملاحظه خد بالك منها. كمان ماشي ممكن نقول ان التصميم كله واخد تون صيان، بس صوره البنت تون الجلد بتاعها برتقاني كونتراست عشان تبقى باينه. وممكن نقول يعني لو كنت اديتها شويه كده من الاطراف صيان كان الموضوع بقى اكثر واقعيه وشكله اكثر احترافيه. تقول لي انت مش قلت مش هنبعت اكتر من تصميم؟ يعني ده كامبين، لو هتبعت كامبين مفيش مشكله. الفكره هنا برضو مش واصله لي، قد تكون فكره رمزيه مثلا ان البامبي بيرمز لحاجه للطفوله والحلاوه، فطالع من قلب الطفوله كده مخترقها الدمعه والبكاء. قد يكون ده هو رايك. الدمعه معلش باينه فيك يعني، محتاج تشوف دمعه اكثر واقعيه من كده. والدروب شادو بتاعها انت محدده جدا، عامله زود الهاردنس وقلله شويه لان الدمعه باينه فيك. حتى اول حاجه تلفت العين ان الدمعه فيك. اخر حاجه في الكامبين دي يا طرحه ما تمت، هي لابسه الكوتشي على اساس تلعب، طفله بتلعب بس تحت فستان الفرح، مش بقوه اللي قبليها، لان عادي دلوقتي بقى بنشوف ناس كتير بتلبس كوتشيات تحت فستان الفرح عادي. بس هنا ملاحظتي مش على الفكره، طبعا الفكره ما بحاسبش عليها، دي حاجه بتاعتك انت. حاول تماتش او توفق ما بين الكوتشي والرجل. يعني بص الفرق الاسود في الكوتشي ان هو اسود، وفرق الاسود في الصوره كلها، وبرضه تحس ان الوان الكوتشي فاقعه قوي عن الصوره، والرجل مبلوره سن عليه، ده فرق جوده صور. فحاول برضه تبلور وتعمل ليفلز توصل الاتنين لبعض. كمان تحس ان الخلفيه فيها نويز بينما الكوتشي ما فيهوش نويز، فحاول توفق الصور لبعض عشان الدمج يبقى اكثر واقعيه. عندنا البوستر ده لمحمد ماجد
نشوف البوستر ده لعمر محمد. ماشي، مبدئيا الشكل العام كويس، احسنت كبدايه. الفينيت او السواد اللي على الاطراف انت مزوده لدرجه ان هو سود التصميم كله، فلا بلاش تعمل حاجه زي دي. كمان محتاج شويه تشتغل على الريم لايت لان هو مش لطيف هنا، محتاج تعمله بشكل اكثر احترافيه من كده وبس. يعني التصميم بالكواليتي اللي مبعوتالي مش قادر احدد الغلطات اللي فيه قوي، غير بس ان انت اشتغل على الريم لايت وبلاش التصميم بيبقى غامق ومطفي كده، انا حاسه مش طبيعي، يعني عايز يفتح كتير. وطالما جوست رايدر ونار فما تستخدمش سما بالنهار، خليها سما بالليل او خلي الخلفيه سودا، ده رايي يعني. اخر حاجه زياد محمد، البوستر ده لبطوله NXT تيك اوفر وور جيمز. مش عارف انت ليه قاطع كيث لي، وكذلك هو الحال الناحيه الثانيه، مش فاهم ليه. طب ما تدخلهم، ولا انت مش عايز تداري الحزام على بيت دان؟ جايز، بس انا شايف ان القطعه دي مش لطيفه. وهنا بقى هنتكلم بوسترات مصارعه، بحكم ان انا بعمل بوسترات مصارعه داخل اهو في ال8 سنين، يا هنبين كله يا هنقطع كله. يعني انا مسموح لك تقطع وشوش ناس نص يمين ونص شمال لو المين ايفنت ومحطوطين كبار، لكن ان انا الاثنين اللي وقعوا من قعر القفه دول اللي انا قطعت وشهم، فلا، حاجه دي ما بتبقاش مستحبه. كذلك خف شويه الاسلاك الشائكه، تصميم زحمه جدا ومليان جدا، ده غير ان في رودريك سترونج طالع على مناخيره سلك شايك، لا مش كده، خليه وراه. هو القصد بيبقى ان انت تبين ان في اسلاك شائكه، مش ان انت تحزم كل حاجه اسلاك شائكه. وهنا برضو الثلاثه دول مالهمش لازمه، يعني ما ضافوش حاجه، هم بس زودوا التفاصيل. لما هتعمل بوستر مجمع فيه المصارعين كلهم فما بتكتبش ماتشات، يعني هتكتب وور جيمز وتكتب لي التاريخ، ما بتكتبش ماتشات. لكن انت كاتب المين ايفنت او الماتشات المين ايفنت او وات ايفر، ايه الماتشات اللي انت كاتبها ليه؟ ملهاش اي لازمه، اكتب التاريخ بس. فانت تدخل الاثنين دول كده شويه وتجيب الاضاءه وراهم، لان ما ينفعش كده الاقي انها زايد لي بقعه اضاءه كده بتقول انا موجوده اهي واخده مكان على الفاضي. كمان ابعد كلمه وور جيمز شويه عن بق بيت دان، فاهمني؟ وصغر لوجو NXT تيك اوفر شويه لان كلمه اوفر مش باينه. البوستر محتاج شويه تظبيطات في الجزء اللي فوق، خفف الاسلاك الشائكه، فهمني ايه اللي انت عامله في الخلفيه عشان انا مش واصلني. اشتغل اكتر من كده على الاضاءه والريم لايت لانها مش مظبوطه، مقفوره منك جامد على دقن توماسو تشامبا وعلى رقبه كده وودن اوستن ثيري. وفي المجمل يعني كبوستر مصارعه لطيف، بس مش معنى ان انا بتكلم على وور جيمز ان انا هرطش بقى واعمل حاجات زحمه وحاجات سلك شايك على بق مش عارف مين. نظم شغلك وخلي ميل الحاجه واحد، لان ميل اللوجو مش هو ميل المصارعين، فلا، وازن الميل، خلي كله موازي لبعضه، قلل عناصر، بين كل المصارعين، شيل الماتشات اللي تحت وبس كده. طيب هنكتفي بهذا القدر، اعتقد الفيديو طول جدا دلوقتي. اللي شغله ما طلعش الفيديو ده حاجه من اتنين، يا مش بعته بنفس الفورمات اللي انا ذكرته في اول الفيديو فبالتالي يرجع يراجعه ويبعتهولي، يا اما هيطلع الفيديو اللي جاي عادي، احنا السلسله متكمله. الفيديو هنا خلص كنقد، فلو عايز تقفل طبعا اللايك وسبسكرايب وشير وقناه الجيمنج وكل الكلام الدباجه بتاعت كل مره دي. اللي جاي كلمتين، اللي عايز يسمعهم عنده وقت يعني يكملهم. سلسله وقفت من الاساس في الاول لان انا ما كانش عندي مشكله ان كل فيديو نجيب 2-3 شغالين ببيكس ارت ونسقف لهم ونشجعهم ونقول لهم تمام استمر، الدنيا معاك زي الفل وهتوصل باذن الله. لكن ان هي وصلت ان 99% من التصميمات اللي بتوصل كلها بيكس ارت، في ناس بتبعت الشغل بمحبه وفي ناس رغبه في الظهور، بيتعاملوا مع السلسله على انها اسئله. اكتب سؤال، ايه يا عم انت وجع دماغنا عامل سلسله تصميمات بقى مش فايقين لك، عايزينك تكلمنا في مارفل، عايز ايه يعني؟ عايز تصميمات؟ فيخش يجيب من جوجل صور، يسحب صوره لسبايدر مان على بيكس ارت، يقوم كاتب لي على سبايدر مان، يبعت يقول لي اعمل نقد، حسسني ان انا فاتح دكانه النقد، يقول لي اعمل نقد. فالموضوع اصبح مهين وضايقني جدا. الناس بقت بتستسهل، اي حد يعمل صوره عايزها تطلع وعايز فيديو عليها، وفي ناس كان اللي هو ايه، عامل صوره كده وخلاص عايز فيديو لوحده عليها عشان هي بيحسبها زي فيديوهات الاسئله. عشان كده قلت لا لبيكس ارت، مش هقبل شغل بيكس ارت نهائي. يا جدعان الموضوع ما فيهوش زعل، عارف الظروف الاقتصاديه مش سامحه ان الناس كلها تجيب كمبيوتر، بس معلش حط نفسك مكاني، لو هنمشيها شغل كله بيكس ارت يبقى بناقص منها، لان ما فيش كلام يتقال. هنا عارفين نتكلم، نقول ليفلز، نقول بالور، نقول مش عارف موشن، نقول، لكن في بيكس ارت هنقول ايه؟ وعذرا يعني انا كنت عامل السلسله دي عشان الناس اللي هي المحترفه نبينهم، والناس المتوسطه نساعدهم، والناس المبتدئه نحطهم على الطريق الصح. محدش هيجي يشتغل معاكم
شغال ببيكس ارت الا لو هو عميل تحت السلم. لا، عايزين ناخد الموضوع بقى بشكل احترافي. ابدا بالفوتوشوب، اعمل شغل سيء ما تخافش، ابدا، بس بلاش البيكس ارت. والله انت عايز تشتغل بالبيكس ارت براحتك يا سيدي، وانا مش بلزمك ولا بفرض عليك حاجه، بس انا شخصيا مش هبص لاي شغل بيكس ارت. اي حد هيبعت لي شغل بيكس ارت في الصفحه رد ثابت انا عامله في ملف باخده كوبي بيست، جميل احسنت استمر، ها اشتغل فوتوشوب. فدي اسطمبه هقولها لاي حد هيبعت لي شغل بيكس ارت. عايزين شغل جديد، في نفس الوقت نحرص ان انت تبعت لي سكرين شوت. اي شغل معهوش سكرين شوت من اللايرز اعذرني مش هقبله، لان وارد جدا يكون مسروق، وارد جدا يكون معمول ببيكس ارت وانت عامل لنفسك ما سمعتش. فلا، انا عايز اشوف اللايرز. وبرضه على فكره مش غلاسه، بس من اللايرز بفهم برضه شويه غلطات، يعني من ناس كتير شفتها الفيديو ده بيدمجوا كذا حاجه في لاير واحد. لا، ما تدمجش حاجات في لاير واحد، خلي كل حاجه مفصوله، لان انت وانس اللي انت دمجت الحاجات مع بعض انت وقفت دماغك مش عارف تفكر. لان انت قبل ما بتفكر طب اجيب ده هنا ولا ده هنا، بتلاقي دماغك بتفكر طب انا هفصلهم ازاي، وتلاقي ان الموضوع مجهد، فهتقول لا يا عم خلاص بقى مش خليها كده. فلا، خلي الدنيا عايمه معاك، كل حاجه عايمه في لاير، اسحب هنا واجيب ده هنا واحط ده هنا واغير واكبر واصغر، الدنيا اسهل. كمان لاحظت من لايرز الناس اللي اشتغلت محدش شغال سمارت اوبجكت، كله عامل راسترايز لللايرز. لا، عشان ما تبكسلش، ما هو التصميم يبكسل تقوم رافعه على الفيسبوك يبكسل اكتر وترجع تقول الكواليتي. اشتغل سمارت اوبجكت، صغر وكبر سمارت اوبجكت، ما تشتغلش على حاجه معمول لها راسترايز. وانا اكتفي بهذا القدر. وطبعا الاسطمبه بتاعت كل مره ان لو عجبك الكلام ممكن تعمل لايك، ولو حاسس ان انت تحب تسمعني تاني سواء في المحتوى ده او في محتويات اخرى تعمل سبسكرايب على اليوتيوب وسي فيرست على الفيسبوك. ولو انت من محبين الانستجرام تعمل لي فولو على الانستجرام. اهم بقى من كل الفولوهات دي تشوف الفيديوهات اللي فاتت. وبس كده، شكرا جزيلا.